الأطفال إنه نعملهم ورشات فنية ونرفه عنهم ونفرغ الطاقة السلبية عندهم، خاصة الأطفال اللي بيجوا على منطقتنا نازحين. أغلب الأطفال اللي بشتغل معهم نازحين من غزة وشمالها، من النصيرات ومن رفح. طبعاً كلهم تعرضوا لأحداث كتير صعبة وكتير مؤلمة. في منهم فقدوا أهاليهم، فقدوا أبوهم، أمهم، الناس اللي بحبوهم، فقدوا طبعاً بيوتهم وصاروا بلا مأوى. فقدوا حياتهم وروتينهم اليومي، كانوا بيتعلموا بالمدارس، كانوا عايشين حياة كتير حلوة. الآن أصبحوا بيصفوا على طوابير التكيات، وأصبحوا بيشيلوا مية وهذا وأشياء تقيلة عليهم. صارت حياتهم كتير فيها معاناة وبؤس. فدايماً بجيبهم على مرسمي يومين بالأسبوع، بنفرغ عنهم كل هذه الضغوطات. الخوف بكل لحظة موجود، يعني إحنا الآن موجودين، ممكن بعد دقيقة ما نكونش موجودين. الموت محيط فينا بكل مكان، يعني حتى مش بداخل البيت، يعني لو طلعت كمان برا البيت الخوف موجود. إنه أروح أشتري مثلاً خامات للأطفال عشان أكمل ورشاتي الفنية معهم. طبعاً إحنا في الحرب كل إشي مستهدف، كل قطاع غزة مش آمن. إحنا بنعيش طبعاً أوضاع شوي في الحرب صعبة، يعني ما بقدرش الواحد يتنبأ بالظروف اللي حتصير. كتير بنتعرض لقصف مدفعي، لقصف لبيوت الجيران، لقصف لمناطق زراعية حوالينا. فالخوف دايماً موجود، لكن هذا ما بوقفني يعني إنه أنا أضل مكملة وأضل مواصلة في إنتاج الأعمال الفنية.